اهلا بيك، ربنا يخليك. الف مليون مبروك على الفوز النهارده. اتكلمي بشكل عام عن المباراه، شفت المباراه ازاي يعني؟ طبعا المباراة مش سهلة خالص، احنا كل الفرقتين كانوا مضغوطين جدا، وطبعا احنا كنا مدين الفرقة حجمها الطبيعي لان هم فرقة كويسة جدا. فالحمد لله يمكن في اول الماتش كان في ضغط علينا جامد، بس الحمد لله واحدة واحدة قدرنا نهدي رهبة الماتش دي وقدرنا نخش في الماتش الحمد لله. بشكل عام حضرتك بتقولي الماتش صعب جدا. السنين اللي فاتت كان الجمهور شايف ان انتوا تنزلوا ماتش الزمالك تكسبوا الثلاث ماتشات وتمشوا على طول، يعني ما تكملوش نص ساعه وتمشوا. ايه اللي اختلف؟ طبعا يعني اختلاف، الناس كلها عارفين ان دلوقتي الزمالك بيلعب باكتر من نص فرقه الاهلي، او يمكن الست لعيبه فرقه الاهلي كانت موجوده، فطبعا ده هم حافظيننا واحنا حافظينهم، وهم لعيبه كبار جدا محدش يقدر يقلل منهم يعني. فالموضوع كان السنه دي مختلف جدا، لذلك الموضوع كان فيه ضغط كبير علينا وعليهم. فالحمد لله ان هو عدى وان احنا قدرنا نكسب، وده لسه اول ماتش، السيزون طويل قوي يعني. ان شاء الله هنركز ونحاول يا رب نكمل باذن الله. توعدوا جمهور الاهلي بايه؟ اوعدوا ان احنا ان شاء الله هنحارب لغايه اخر نفس ان البطوله والدوري والكاس يكونوا اهلاويين ان شاء الله. ان شاء الله. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك.